بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لو عملت كده حمامك كله هيبيض وحمامك كله هيشتغل بالمنظر اللي احنا هنتفرج عليه دلوقتي. تعالوا بس كده نشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم كده الحاجة الجميلة ديت. جوز يمني كده قاعد مع عياله عمال يأكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش أحن من الحمام، مفيش أحن من الأب والأم للزغاليل، بس إحنا بنحب إن إحنا نخدم الحمام خدمة كويسة جدا جدا. تعالوا كده نصلي على النبي مع بعض ونقول بسم الله ما شاء الله الله أكبر. جوز يمني أهم قاعدين بيدفوا عيالهم وبيأكلوهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت أهو. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه دوت حاجة كده بتخلي العين تبكي. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. طيب انت بقى بتربي حمام وحمامك مش عايز يبيض، وكل ما تخش عندك السلاكة تلاقي الأرضية كده ريش وحمامك مش بينتج وحمامك بيفرخ. تعال أقول لك تعمل معاه إيه. بس قبل ما أقول لك تعمل معاه إيه، عايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتعمل لايك للفيديو دوت وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل الجرس عشان ينزل لك كل جديد. مبدئيا كده يا شباب، انا ما عنديش غير 15 جوز زي ما انتم شايفين كده. بشتغل معاهم ازاي وبخدمهم ازاي هعرفك دلوقتي. تعالوا كده بسم الله ما شاء الله. جوز حمام اهم قاعدين على بيض. بسم الله ما شاء الله. جوز حمام تاني هنا برضو قاعدين على بيض. هقول لك انا خدمت ازاي وهقول لك انا عملت معاه ايه عشان كله يبيض. وادي جوز حمام تاني اهو قاعدين على بيض. وهنيجي برضو هنا جوز حمام هنا قاعدين على بيض، ودول اتفرجنا عليهم في بداية الفيديو كانوا بيأكلوا عيالهم. وهنا برضو جوز حمام تاني قاعدين على بيض، وهنا جوز حمام قاعدين على زغلول. أما بقى بالنسبة للجوز دول جوز هزاز لسه بيحضروا عش جديد، وبالكتير قوي النهارده أو بكرة هتلاقي النتاية بايضة معانا. طيب ازاي نعرف النتاية هتبيض أو جهزت بيض؟ بتيجي عند النتاية، طبعا النتاية اللي هي من بره عليا دي بتلاقي ظهرها عالي، الحته بتاعت الظهر دي كده بتبقى عاليه، معنى كده ان هي خلاص هتبدا تبيض معانا. ما تشغلش دماغك بديلها، هو ديلها سبحان الله هو كده اسمه هزاز، بس انا بوصف لك حاجه يعني من ناحيه الظهر كده بتلاقي في قصعه صغيره كده، خلاص النتايه بتجهز عش جديد وبتجهز تبيض. طيب الحمام بقى بياكل ايه او نتعامل معاه ازاي عشان يبيض وعشان يفرخ وعشان ينتج وربنا يكرمنا بزغاليل؟ هنعرف في الفيديو دوت. انا عن نفسي يا شباب الحمام مخصص له اكل. يعني ايه مخصص له اكل؟ تعالى كده هنا اهو، دي كلفة الحمام اللي انا باكله منها. تعالوا كده مع بعضينا واحده واحده ونشوف الكلفة دي بتتكون من ايه. بتتكون من بزلة خضراء، بتتكون من عويجة، بتتكون من غلة، بتتكون من عدس بجبة، وببدأ أقلبهم على بعض. طبعا ما بنساش الفول، لأن الفول ممتاز جدا جدا للحمام في الفترة بتاعة البيض. وهي دي شكل الكلفة بتاعتنا أهي، بنقدمها للحمام والحمام بيبيض وبيفرخ وبينتج عندنا. طيب ناس هتقول لي احنا بنأكل وبنشرب ونعمل نفس اللي انت بتقول عليه دوت، بس للأسف مفيش إنتاج. نعمل إيه؟ هقول لك تعمل إيه. الحمام عشان يبيض لازم يكون عنده نسبة كالسيوم كويسة جدا جدا عشان يقدر العنقود بتاع البيض يجمع بيض ويبدأ يشتغل ويبيض معاك. أما الريش اللي بيقع في الأرض دوت بيبقى نقص كالسيوم، خلاص الحمام بيجهز ريشه إن هو يبيض، فأنت ما بتديهوش الحاجات اللي هو محتاجها. طيب إيه الحاجات اللي هو محتاجها؟ كل دوت جمعناه في كيس واحد أهو. الكيس دوت يا شباب اسمه توب ميكس جريد. طيب الكيس ده فيه إيه؟ الكيس فيه أملاح معدنية، كالسيوم، فوسفور، مغنيسيوم، بحر، بذور طبيعيه، اعشاب طبيه. طب الكيس ده بيعمل ايه؟ الكيس دوت بيساعد على تقويه الريش وقشره البيض ورفع معدل الانتاج، بيساعد على كثافه البيض وتحسين عمليه الهضم للحمام. طبعا زي ما انتم شايفين الكيس دوت لو استخدمناه صح عند الحمام هيخلي الانتاج عندنا بالكثره اللي انتم شايفينها. طيب تعالى كده عند جوز شبه دول اهو بايضين، ونشوفوا الكيس اللي احنا كنا حاطينه عندهم. تعالوا كده اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نشيل النتايه كده
طبعا زي ما انتم شايفين كانوا من الكيس اللي هم عايزينه، وبداوا ان هم يبيضوا معانا وينتجوا عندنا. طبعا الكيس اهو في حجر جيري، في محار بحر، في بذر كتان، بذر جرجير، بذر فجل، بذر برسيم، في الحاجات الكويسه اللي بتساعد على الخصوبه وفي نفس الوقت برضو بتساعد على الانتاج وبتحافظ على البيض بالمنظر اللي انتم شايفينه كده. طول ما انت خدمت صح، طول ما انت ربنا هيكرمك صح في حمامك وفي طيورك. طيب الكيس ده نجيبه منين؟ بصوا يا جماعه، الكيس ده انا قلت لك بيتركب ازاي او حاجته ايه، وبرضه عندنا شحن جميع المحافظات، وموجود كل يوم في العجمي، وموجود في سوق الجمعه في اسكندريه، متاح شحن جميع المحافظات. الكيس دوت لو انت عرفت تعمله او انت عرفت تستخدمه صح مع الحمام، صدقني الحمام هينتج عندك وهيفرخ عندك بكميه كبيره جدا جدا جدا. وده شكل الكيس يا شباب، وده شكل الحمام بتاعنا. اتمنى من كل واحد يعمل لايك على الفيديو دوت، وعندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات ان شاء الله هرد عليك فيه. واستنونا في كل فيديو جديد، وهسيب لك رقم التليفون في التعليقات للناس اللي محتاجه كيس وبرضه عندها استفسارات. واستنونا في كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.